السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض الشنطة اللي انا مقدمها لكم دلوقتي في بداية الفيديو. الشنطة جميلة جدا رغم ان هي صغيرة، بس حقيقي بتشيل حاجات كتير جدا. غير كده مش بتاخد وقت خالص في طريقة عملها. وكمية الخيط كمان اللي هنستخدمها هي بس بكرة واحدة من خيط السلسلة. طبعا تقدروا تستخدموا اي خيوط متاحة معاكم، اي خيط معاها هيمشي وهتبقى جميلة جدا. عايزه اقول لكم ان خيط السلسله هنا انا استخدمت معاه ابره مقاس رقم 4، وكمان هنحتاج ماركر وهنحتاج ابره للتنظيف. دي بس كده الادوات اللي احنا هنحتاجها. فيلا كده بينا نبدا على الفيديو بتاع النهارده، يا رب كده ينال اعجابكم. ما تنسوش طبعا لو لسه بتشوفوني لاول مره وحابين تستفيدوا من المحتوى اللي بقدمه، ما تنسوش تضغطوا على كلمه اشتراك، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. كمان بقى ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تضغطوا لي على اللايك وتشجعوني بكومنت وشير كده مع الاصحاب علشان الكل يستفيد. يلا كده بينا نبدا ونقول بسم الله. هنبدا نعمل عقده بدايه، وهنرتفع 30 غرزه سلسله. 1 2 3 4. دلوقتي بعد ما ارتفعت 30 غرزه سلسله هناخد قياس السلسله دي، طبعا بدون ما نشدها ولا اي حاجه خالص. هنا مقاسها 22 سنتي. هبدأ ان انا اسيب اول غرزة سلسلة واروح في السلسلة التانية، بس بشتغل في ظهر السلاسل. شايفين الارتفاعات اللي ورا دي هي اللي انا بشتغل فيها، يعني السلسلة اهي لو قلبتها لورا كده في ارتفاعات اهي، هي دي اللي انا بشتغل فيها. بسيب اول واحدة وبروح في ظهر السلسلة التانية، وببدأ ان انا اشتغل غرز حشو فوق كل سلسلة كده، بشتغل في ظهرها غرزة حشو بالشكل ده. بفضل مكملة لحد ما بوصل لاخر السطر، فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل لاخر السطر. فهخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت كل السطر من غرز الحشو، انا معايا هنا كده 29 غرزة حشو. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة، وهنبدأ دلوقتي نشتغل في غرزة الشنطة. اول غرزة عندي واخر غرزة في السطر، يعني اول غرزة هنا في السطر واخر غرزة هتكون غرزة حشو. يعني انا هاجي كده في اول غرزة تحت الحلقتين هشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة منزلقة. هسحب كده الخيط على الإبرة واطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة. الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة نص عمود، يعني باخد لفة كده بالخيط على الإبرة وادخل في الغرزة اللي عليها الدور تحت الحلقتين واشتغل غرزة نص عمود، ان انا بلف الخيط على الإبرة وبطلع من كل الحلقات مرة واحدة. الغرزة اللي بعدها غرزة منزلقة، يبقى انا بفضل اشتغل كده بالتبادل ما بين غرزة المنزلقة وغرزة النص عمود. اشتغلت منزلقة هشتغل نص عمود، اللي بعدها منزلقة، اللي بعدها نص عمود، ما عدا بس اول غرزة في السطر واخر غرزة بتكون غرزة حشو. يبقى انا كل سطر بشتغل بداية السطر واخره غرزة حشو، وما بينهم بشتغل غرزة منزلقة وغرزة نص عمود. اشتغلت نص عمود هشتغل منزلقة. يبقى انا بفضل مكملة كده لحد ما بوصل لاخر السطر بالتبادل ما بين غرزة المنزلقة وغرزة النص عمود. فانا هخلص كده لحد ما اوصل لاخر السطر وبعدين ارجع لكم. طيب انا كده خلاص جيت لاخر السطر، واتفقنا ان اول غرزة كانت غرزة حشو واخر غرزة برضو هتكون غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، واتفقنا ان اول غرزة في السطر بتكون غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها منزلقة، اللي بعدها نص عمود. شايفين هنا كده دي غرزة المنزلقة بشتغل فوقها، ودي غرزة النص عمود بشتغل فوقها. اشتغلت نص عمود هشتغل منزلقة، اللي بعدها نص عمود، وبفضل شغالة كده ان انا ببدل ما بين غرزة النص عمود وغرزة المنزلقة لحد برضو ما بوصل لاخر السطر. وبرضو في اخر السطر بشتغل غرزة حشو زي ما بدأت السطر بالظبط. غرزة سهلة وجميلة جدا، والشنطة ما بتاخدش وقت خالص.
وعايزه اقول لكم ان الغرزه دي من اجمل الغرز بجد، وشكلها قيم قوي في الشغل. بنفضل مكملين كده لحد ما نوصل لاخر السطر، فانا هخلص كده لحد ما اوصل لاخر السطر وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما خلصت السطر وجيت لاخر غرزه، فاتفقنا ان اخر غرزه برضو في السطر غرزه حشو. هبدا دلوقتي ان انا اقرر ان انا ارتفع سلسله والف الشغل كده، وباجي تحت اول غرزه تحت الحلقتين اشتغل غرزه حشو، وابدا ان انا اشتغل الغرزه اللي هي بتتكون من غرزه منزلقه، بطلع من الحلقه اللي على الابره، والغرزه اللي بعدها بشتغلها نص عمود، اللي بعدها منزلقه. انا بفضل اكرر كده كل السطر ما بين غرزه المنزلقه وغرزه النص عمود زي ما اشتغلنا السطر اللي قبله بالشكل ده، لحد ما بنوصل برضو لاخر السطر. واخر غرزه برضو في السطر بتكون معايا غرزه حشو، محدش ينسى علشان التسلسل يفضل مظبوط معانا. وبعدين اول ما نشتغل غرزه حشو نرتفع سلسله ونلف الشغل، وفي اول غرزه نشتغل غرزه حشو وبعدها منزلقه نص عمود، منزلقه نص عمود، لحد ما بنوصل لاخر السطر. واخر غرزه برضو معانا في السطر بتكون غرزه حشو. فانا هفضل ارتفع كده بعدد من السطور لحد ما اوصل لطول القطعه المناسب، وبعدين ارجع لكم علشان نكمل باقي الشنطه مع بعض. بس بفكركم لو لسه مكملين معايا وناسين تعملوا اشتراك للقناه، يا ريت طبعا دلوقتي تنزلوا تعملوا اشتراك في القناه، وما تنسوش اهم حاجه ان انتوا تفعلوا الجرس، وما تنسوش كمان لو عجبكم الفيديو تضغطوا لي على اللايك وتشجعوني كومنت. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما ارتفعت تقريبا كانوا 40 سطر. هديكم كمان مقاس القطعه اللي انا ارتفعتها دي، مقاسها 30.5، تمام، والعرض بتاعها يعتبر 24 سنتي. طيب دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نعمل الايد بتاعتها. فهنبدأ نرتفع سلسلة وهنلف الشغل كده، وهبدأ اعد 1 2، شايفين ادي اول غرزة، 2 3 4 5 6، وفي السابعة هحط الماركر. يعني لو احنا جبنا كده الشغل من فوق، شايفين السلاسل 1 2 3 4 5 6 7، تمام. هاجي برضو من الناحية التانية هبدأ اعد كده 1 2 3 4 5 6 7، في السبعة احط ايه؟ الماركر بتاعي. هبدأ هنا ان انا امشي بنفس التسلسل بالظبط. اول غرزة كانت غرزة حشو، اللي بعدها غرزة منزلقة، اللي بعدها كانت غرزة نص عمود، وببدأ أبدل ما بين غرزة النص عمود والمنزلقة. اشتغلت نص عمود يبقى منزلقة، اللي بعدها نص عمود، منزلقة، اللي فيها الماركر دي هشتغل طبعا الغرزة اللي عليها الدور هي غرزة نص عمود، فهاجي في الغرزة اللي فيها الماركر دي وهشتغل غرزة نص عمود، وبعدين هبدأ ارتفع ايد الشنطة هنا، فهرتفع 16 سلسلة، 1 2 وهبدأ ان انا اروح للغرزة اللي فيها الماركر دي، هلف الخيط كده على الابرة وهدخل في الغرزة اللي فيها الماركر وهشتغل نص عمود. الغرزة اللي بعدها غرزة منزلقة، اللي بعدها نص عمود، منزلقة، نص عمود، منزلقة، واخر غرزة برضو في السطر هتكون غرزة حشو، زي بالظبط نفس التسلسل اللي احنا كنا ماشيين بيه. هنبدأ دلوقتي ان احنا نرتفع سلسلة وهنلف الشغل،
وهنبدأ برضو نيجي في أول غرزة نشتغل غرزة حشو منزلقة، نص عمود، منزلقة، نص عمود، منزلقة. وهنبدأ دلوقتي ان احنا نشتغل على السلسلة دي، ان احنا ندخل من تحتها كده ونبدأ نشتغل غرز حشو. 2. اهم حاجة ان غرز الحشو تكون على كل السلسلة، ممكن تكون 20 سلسلة، 22 سوري، ممكن تكون 20 غرزة حشو او 22 على حسب ما يعني الجزء ده يكون عليه غرز حشو. ادي 1 2 3. عشرين. بعدين هشتغل نص عمود، منزلقة، نص عمود، منزلقة، نص عمود، بنفس التسلسل بالظبط اللي احنا كنا شغالين بيه، نص عمود، منزلقة، واخر غرزة معايا هتكون غرزة حشو بالشكل ده. دلوقتي هنبدأ ان احنا نرتفع سلسلة ونلف الشغل، وهنبدأ برضو بنفس التسلسل اللي هي اول غرزة غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها كنا بنشتغلها غرزة منزلقة، اللي بعدها نص عمود، منزلقة، نص عمود، منزلقة، نص عمود. وبعدين ببدأ اجي فوق الغرز اللي هي الحشو دي، ابدأ ان انا اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. احنا اشتغلنا هنا على الايد 20 غرزة حشو، فهشتغل فوقهم 20 غرزة حشو. هبدأ اجي هنا وابدأ ان انا اشتغل نص عمود، منزلقة، نص عمود، اللي هو ده السبع غرز اللي احنا شغالين عليهم هنا، منزلقة، نص عمود، منزلقة، واتفقنا ان اخر غرزة بتكون غرزة حشو. هنبدأ دلوقتي نرتفع سلسلة وهنلف الشغل، وعلى القطعة اللي احنا اشتغلناها دي هنبدأ نشتغل غرز منزلقة. بس لما اجي اشتغل غرزة المنزلقة انا هدخل كده هنا في الحلقة الخلفية، يعني هاجي في الحلقة الخلفية واشتغل غرزة منزلقة. في كل غرزة من الغرز دي كده هشتغل غرز منزلقة. لما اجي اشتغل على الايد اشتغل تحت الحلقتين، يعني هاجي كده ادخل تحت الحلقتين وابدأ اشتغل غرزة منزلقة. يبقى لما اجي اشتغل على الايد نفسها اشتغل تحت الحلقتين.
اللي حابب يحط ماركر هنا في اول غرزة خالص في غرزة المنزلقة اللي احنا اشتغلناها في البداية هنا، مفيش اي مشكلة خالص، علشان واحنا بنقفل لو حد مبتدئ ولا حاجة ما يتلخبطش فين اول غرزة. تمام. هنبدأ نيجي هنا زي ما اشتغلنا هنا في الحلقة الخلفية، برضو هاجي هنا وابدأ ان انا اشتغل فوق السبع غرز، 7 غرز منزلقة بس في الحلقة الخلفية. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات في شنطتنا بتاعت النهاردة، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت طبعا تنضموا للقناة، واهم حاجة ان انتوا تفعلوا الجرس. اخر غرزة هي اشتغلها غرزة منزلقة، وبعدين هبدأ ان انا اجي على الجناب هنا كده وابدأ ان انا اشتغل فوق كل سطر اشتغلته غرزة منزلقة بالشكل ده. طبعا اتفقنا ان السطور مرة هتكون تحت العقدة ومرة بتكون، يعني شايفين، مرة تحت العقدة ومرة في فراغ، مرة العقدة اهي، العقدة اهي بيكون تحتها غرزة، وشايفين الغرزة دي بتكون جاية كده زي حرف الفي اهي، وتحتها فراغ وفي عقدة، يبقى انا مرة بدخل تحت العقدة ومرة بدخل تحت الفراغ ده، بس الفراغ ده لما باجي اشتغل فيه بشتغل في الحلقة اللي هي ورا دي، مش بدخل تحت الغرزة كاملة واشتغل غرزة منزلقة. هفضل مكملة كده ان انا اشتغل على كل السطر ده او على كل السطور اللي انا ارتفعتها غرز منزلقة بالشكل ده. هفضل مكملة كده لحد ما اوصل للاخر هنا وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت الجزء ده من غرزة المنزلقة، هبدأ ان انا اجي في الناحية التانية دي، شايفين هنا كده ده تحت كده، هبدأ ان انا اشتغل غرز منزلقة بس في الحلقة الخلفية، يعني هاجي كده في الغرزة في الحلقة الخلفية وابدأ اشتغل غرز منزلقة. يبقى بفضل اشتغل كده غرز منزلقة في الحلقة الخلفية لحد ما بوصل لاخر السطر. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت الجزء ده من غرزة المنزلقة والجزء اللي تحت ده، هبدأ دلوقتي اشتغل على الجزء ده برضو غرز منزلقة بعدد السطور اللي انا ارتفعتها. هبدأ ادخل كده واشتغل برضو غرز منزلقة زي بالظبط ما اشتغلنا في الناحية التانية، وطبعا بيكون بعدد السطور اللي انا ارتفعتها، وناخد بالنا عشان ما يحصلش معانا اي تزايدات. بالشكل ده بفضل مكملة لحد ما بوصل لاخر السطر. فانا هخلص كده وبعدين برضو ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا كده خلاص بعد ما خلصت كل غرز المنزلقة على القطعة بالكامل، هبدأ دلوقتي طبعا انا هنا قطعت الخيط بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نجيب ابرة التنظيف، وهنبدأ نيجي كده تحت اول غرزة، شايفين اول غرزة اهي، ندخل تحتها كده تحت الحلقتين، ونرجع تاني ندخل من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط بالشكل ده. احنا كده كونا اخر غرزة منزلقة، ونبدأ دلوقتي ان احنا ننظف الخيط تحت الغرز. عايزة اقول لكم ان الشنطة دي ما خدتش خيط كتير، هي بكرة واحدة من خيط السلسلة، سهلة وسريعة جدا. نبدأ ان احنا نظبطها كده، ونبدأ نجيب الماركر نعلم بيه مكان الغرز اللي احنا هناخدها قصاد بعض. فهنا كده
بالشكل ده. والناحية التانية برضو هنا لازم الخط ده يكون جاي متساوي مع ده، ما يكونش نازل من ناحية وطالع من ناحية. شايفين اهو الخط ماشي على نفس السطر. هبدأ دلوقتي ان انا اجيب الخيط والابرة، وهنيجي في اول غرزة هنا كده من غرز المنزلقة، نبدأ نسحب الخيط، ارتفع كده سلسلة. هبدأ اخد كده كل غرزة قصاد التانية بغرزة منزلقة بالشكل ده. دي كده اخر غرزة. وبعدين هنقطع الخيط هنا. هاجي بإبرة التنظيف وهبدأ ان انا اخد الخيط ده، هاخده الاول من هنا كده علشان شايفين الفتحة دي تتدارى معايا، يبقى هدخل من هنا كده واقفل الجزئين دول مع بعض. وابدأ ان انا اسحب الخيط لجوه كده بالإبرة، وابدأ ان انا انضفه تحت الغرز والسعه بالولاعة كده، وابدأ ان انا الزقه بحيث ان انا اثبته اكتر. كل الخيوط دي هاخدها لجوه برضو بإبرة التنظيف كده، بالشكل ده. اجمل شنطة ممكن تعملوها واسرع شنطة، وغرزتها كمان جميلة وسهلة جدا. بالشكل ده هننضفها تحت الغرز. وده كده كان شكل شنطتنا النهارده بعد ما خلصت وخيطت الجنبين، وكمان هنا ركبت مغناطيس من اللي بيتخيط. شايفين الشنطة بجد من جوه واسعة وجميلة، ما بتاخدش اي مجهود ولا وقت خالص، طريقتها سهله وبسيطه. عايزه اقول لكم كمان اللي ما شافش فيديو البطانه هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، فيديو مهم جدا ان شاء الله اي حد فيكم يقدر يعمل البطانه بطريقه بروفيشنال جدا. فهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. طبعا ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تضغطوا لي على لايك وتشجعوني بكومنت، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يسعدني طبعا انضمامكم للقناه. اشوفكم كده على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.